الخير عليكم في حلقة جديدة من برنامج استباحة رياضية. حلقتنا النهاردة مختلفة ومهمة جدا، هنتكلم فيها عن حاجة بنغفلها كتير في رحلتنا مع النشء الصغير، وهي الإعداد النفسي للاعب من وهو صغير. إزاي نبني لاعب مش بس قوي جسمانيا ومهاريا لكن كمان متوازن نفسيا. هنتكلم عن دور الإعداد النفسي في تأسيس شخصية اللاعب، وإزاي نقدر نطور 3 سمات أساسية: الهدفية والمثابرة وضبط الذات. جاهزين؟ تعالوا نبدأ. طيب، أول حاجة لازم نفهم يعني إيه شخصية. الشخصية ببساطة هي مجموعة العوامل اللي بتخلينا نقدر نتوقع رد فعل اللاعب في موقف معين. يعني لو اللاعب حطيناه في موقف صعب، شخصيته هي اللي هتحدد هيواجه ده ازاي. بالنسبة للاعب كرة القدم، شخصيته مش حاجة ثانوية، دي حاجة أساسية بتأثر على أدائه ومستقبله، وعشان كده لازم نهتم بتطويرها من بدري جدا. أبحاث كتير أثبتت إن في 3 سمات لازم نركز عليهم جدا في اللاعب الناشئ عشان يقدر يوصل لمستويات عالية. أول حاجة الهدفية، إن اللاعب يكون عنده هدف واضح عايز يوصله. تاني حاجة المثابرة، إنه ما يتعبش بسرعة وما يستسلمش قدام العقبات. تالت حاجة ضبط الذات، إنه يتحكم في تصرفاته وسلوكياته تحت أي ضغط. تطوير الهدفية. فاكرين لما سألوا بليه وهو لسه صغير عن حلمه؟ قال بكل بساطة: عايز أبقى من أفضل لاعبي العالم في بلدي. شايفين التركيز؟ أهو ده مثال بقى للهدفية، عنده هدف. ودور المدرب هنا مهم جدا، لازم يسأل الناشئ إيه هدفك؟ لو ملقاش إجابة، يساعده يحط هدف صغير يناسب سنه وقدراته، وكل موسم تدريبي يطور الهدف ده خطوة خطوة. وكمان لازم يكون في حوافز زي الميداليات أو الشارات عشان الناس يحس إنه ماشي في الطريق الصح. تطوير المثابرة. المثابرة معناها إن اللاعب ما يتعبش بسرعة وما يحبطش لما يقابل صعوبات. دور المدرب هنا إنه يوضح للناشئ إن التعب والمجهود جزء طبيعي من الرحلة، وإن كل عقبة هي خطوة لقدام. المدرب كمان ممكن يخطط لحاجات أصعب شوية من مستوى اللاعب ويشجعه إنه يتخطاها، وكل مرة يواجه الناشئ موقف صعب المدرب لازم يساعده يفكر: أنا واجهت ده إزاي؟ وإيه ممكن أعمل أحسن المرة الجاية؟ يبقى لازم المدرب يضع حاجات كتيرة تتحدى قدرات اللاعب عشان يقدر يحققها وياخد خبرات نجاح كتير ويحقق أهدافه ويطور المثابرة عند اللاعب. في النهاية الإعداد النفسي هو حجر أساس لأي رياضي ناجح. لو عرفنا نزرع الهدفية والمثابرة وضبط الذات في الناشئ من بدري، هنكون مش بس بنبني لاعب لكن كمان بنبني إنسان قادر يواجه الحياة. لو عجبتكم الحلقة ما تستنوش تدعمونا بشير ولايك عشان توصل لأكبر عدد ممكن، واستنونا في حلقة جديدة من استباحة رياضية. نشوفكم على خير.